تحية لأسود زأرت بأعلى صوت لها تقول: هنا المغرب، هنا عرين أسود الأطلس. لم نأتي إلى هنا لنكمل العدد أو نكون حصالة نقاط أو نكتفي بسماع هاردلك. نحن هنا لمقارعة الكبار. أتينا لنزأر أمام ثاني أفضل منتخبات العالم وحامل برونزية المونديال الماضي، وأمام صاحب فضية مونديال روسيا. فلسنا بأقل منهم ولا هم بأفضل حال منا، فالفرق كان واضحا. هم نزلوا الملعب كلاعبين ونحن واجهناهم أسودا، فانتزعنا الصدارة ونحن أهلها. فرحة مغربية عربية عنوانها الفخر والاعتزاز. المنتخب العربي المغربي يصل إلى دور 16 لكأس العالم 2022 متصدرا عن جدارة واستحقاق. إنجاز تاريخي كتبه أشقاؤنا أبناء المغرب العربي لتعم الفرحة من المحيط إلى الخليج، ومن على ضفاف الخليج العربي في أبو ظبي نرسل رسالة حب إلى أقصى نقطة في المغرب، مفادها: شكرا لكم، فرحتونا، شرفتونا، وأثلجتم صدورنا. على وقع الفرحة الحمراء العربية المغربية في كأس العالم، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الأمسية المغربية من مونديال تايم على قناة أبو ظبي. بداية أرحب بزملائي نقاد ومحللي مونديال تايم، أحمد عفيفي وفراس العشي، وألف مبروك. أهلا وسهلا، مبروك علينا الكل. مساء الفل ومبروك لكل الوطن العربي. مبروك. اليوم تابعنا مشاهدينا الكرام لقاءين من 4 لقاءات. المنتخب العربي المغربي حقق الفوز التاريخي على كندا بهدفين مقابل هدف واحد وتصدر المجموعة. كرواتيا تعادلت مع بلجيكا بدون أهداف، فيما تواجه وتلاقي بعد أقل من ساعة من الآن اليابان إسبانيا، وتلعب كوستاريكا ضد ألمانيا في مجموعة معقدة جدا. تأهل تاريخي للمنتخب المغربي وبصمة عربية حضرت في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بصمة صنعها أسود الأطلس بعد تقديمهم لأداء مميز، وهم ممثلو العرب في العرس الكروي المونديالي. غيض من فيض أسود الأطلس في التقرير التالي. قبل الحديث عن المباراة وعن المجموعة بشكل عام، نتابع كيف أصبح ترتيب المجموعة السادسة. المغرب في صدارة المجموعة السادسة إلى دور 16. كرواتيا بنقطتها أمام بلجيكا تصعد إلى دور 16 ب5 نقاط. بلجيكا وصيفة العالم وحاملة برونزية مونديال روسيا برا المونديال. كندا بلا رصيد من النقاط خارج المونديال ب3 هزائم. طيب، قبل ما أتكلم عن صدمة خروج بلجيكا، ما رأيكم في صدارة المغرب وكيف وصلنا إلى الصدارة؟ كنا بنتكلم امبارح، كنت قلت لك ان انا وجهة نظري دائما ان احنا كمنتخبات عربية كلنا في مستوى، والتوب ليفل في مستوى تاني. اقرب نقطة بين المستويين هو منتخب المغرب تاريخيا. انا بتكلم تاريخيا، ان كان في منتخب عنده القدرة انه يقترب اقرب شيء من التوب ليفل بيكون دايما منتخب المغرب. منتخب المغرب هو اول فريق عربي او افريقي صعد قبل كده للدور الثاني. منتخب المغرب النهارده بيعمل افضل دور اول في تاريخ العرب ب7 نقط. الجزائر، السعوديه 6 نقط لما صعدوا، 6 نقط، فوزين وهزيمه، لكن 7 نقط ده الاول على الاطلاق. واعتقد افريقيا اذا مش غلطان، انا متاكد انه عربيا. افريقيا ايضا متاكد من المعلومه. اعتقد ان انجاز افضل عدد نقاط. لا يوجد فريق افريقي تأهل في المرتبه الاولى او كسب 7 نقاط في التاريخ. شيء رائع جدا 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 جدا. الحقيقه بدايه المباراه كانت مبشره نوعا ما. بدات تحس ان يعني حارس كندا والدفاع كانهم من مراكش، من قنيطره، من اسفي بتاع لغايه. وعلى فكره المباراه كانت سهله جدا لغايه الهدف الاون جول بتاع نايف اكرد، اللي هو واحد من اهم لاعبي المغرب في البطوله، لكن كان سيء الحظ جدا. بعد كده المباراه صعبت نوعا ما، لكن المغرب وهي بتبادر كانت رائعه، المغرب وهي بتدافع كانت رائعه، المغرب واجهت اختبارات كتيره جدا في البطوله وفي كل مره كانت رائعه. الفريق الحالي او الجيل الحالي للمنتخب المغرب بقياده وليد الركراكي الحقيقه يعني انه قادر على انه يعمل مونديال كبير جدا. المغرب غالبا هتقابل المانيا بذكريات 86، انهم قابلوا المانيا لما صعدوا 86 وخسروا بالعافيه بالمناسبه بهدف لوثر ماتيوس. نتمنى لو حصل انهم قابلوا المانيا، الا لو حصلت مفاجاه في المجموعه، مفاجاه اصبحنا نتمناها حاليا. اتمنى يكون المصير افضل، لكن حتى لو مش افضل فانا شايف ان المنتخب المغربي شرفنا تماما تماما تماما، وكلنا سعداء بيه وبالمدرب الوطني وليد الركراكي. طيب، انا لما اشوف تشكيله المنتخب المغربي
اوكي يعني وتصدر، لكن لما اشوف التشكيله المفترض ان هذه الصداره ما تكون مفاجاه، نعم لان موجود بلجيكا ولان موجود كرواتيا قد تكون مفاجاه، لكن لما انت تشوف بونو واحد من افضل حراس اوروبا في اخر 3-4 مواسم على الاقل، تتكلم عن حكيم زياش اللي يلعب في نادي تشيلسي، ومزراوي اللي يعتبر من افضل الاظهره، اشرف حكيمي من افضل اظهره العالم على في الجهه اليمنى، اللي انتقل نايف جارد اللي انتقل لاستون فيلا، سايس اللي كان مع وولفرهامبتون واحد من افضل مدافعي البريمير ليج. فالمفترض انه ما تكون في مفاجاه صراحه بتصدر. لا هو المفاجاه من تاريخنا، من استنقاصنا لانفسنا لخيبات التاريخ، ولكن خلينا نتوقفوا لحظه ونقولوا مبروك للمغاربه، افرحوا. إذا تتفرجوا في البرنامج كملوا البرنامج، بعد اخرجوا شيخوا احتفلوا لأنه هذا حقكم. سير خويا احتفل خويا. لكن أهم شيء أنه المغرب كان الأفضل على امتداد هذه المجموعة. المغرب قلت امبارح فيه كل مقومات المنتخب العالمي، the world class team كلها موجودة. شنية؟ أول حاجة الدوري القوي، دوري موجود، تتفرج في الوداد، تتفرج في الرجاء، الجماهير موجودة، والدخلات اليوم هي الأفضل في أفريقيا. أعتقد أنه دربيات المغرب هي الأفضل على المستوى الجماهيري وحتى على المستوى الكروي والفني. فأنت لما تتكلم على دوري محلي موجود. العنصر الثاني هو طبعا المحترفين خارج البلاد اللي يجيبوا الخبرات من أعلى المستوى، كنت أنت سميتهم موجودين. فكل العناصر اليوم اللي تصنع فريق وورلد كلاس موجودة. العناصر هذه خدمة الفريق. لما نحكيو على مباراة اليوم، أجمل نقطة في المباراة هو أنه الركراكي هو اللي دخل على الكندا. يعني الكندا في العادة هي اللي تدخل وتضغط 30 دقيقة ومن بعد تنهار بدنيا، هو ما اعطاهمش الفرصة. أنا شخصيا كنت نتوقع أن المغرب سيصبر مثل ما صبر في مباراة بلجيكا، يدافع ويصبر على المباراة ومن بعد في آخر الوقت متاع الشوط الأول والشوط الثاني يهاجم. لا، المغرب دخل مباشرة في المباراة. الفنيات الفردية كبيرة ياسر، زياش ماهيش سهلة الكرة اللي تحطت، ما كانتش فما مساحة زمنية كبيرة باش رايق. يعني فيها كلاس، فيها شويه زيدان. انصيري انا نعشق، من اجمل فنيه نعشقها، اجمل سكيل نعشقه في كره القدم هو الفيرست تاتش اللي تربح بها الوقت. اي لاعب باش يعمل ترويض ديما يخسر وقت ويهز راسه ويبدا يلوش. لما الفيرست تاتش تمسها فتكون ربحت بها مسافه والقرار تقرر من قبل ما توصل لك الكره، هذه علامات لاعب عالمي، علامات لاعب 5 نجوم. فانصيري اليوم تألق. نحكيو على دور ال16، المغرب مر الأول، يلزم يعتبر نفسه الأول في دور ال16 مهما كان الثاني اللي باش يجي من المجموعة الأخرى، فإنه المغرب عنده كل الحظوظ. نلعبوا بدون ستريس، الإنجاز حصل، ولكن المغرب هذا الذي لعب اليوم قادر، سواء كانت إسبانيا أو ألمانيا أقوى منه الاثنين صحيح، لكنه قادر يصنع إنجاز أكبر ويكون من بين الثمانية الأواخر في كأس العالم. ركاكي مدرب المنتخب المغربي صرح بعد المباراة وقال لهم، قال لجمهور المغرب افرحوا، لكن الفرحة لم تنتهي، سنصل أبعد من هذه النقطة في كأس العالم. واثق بلعيبته، واثق بمنتخب